هو خلافا للائحة الحقيقة أن ما فيش حد يتكلم في الموضوع مرتين، ولكن هخلي عبد الحميد يتكلم إذا سمحتوا يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. سيادة الرئيس، السادة الأعضاء، أولا وقبل كل شيء ليعلم الجميع أن الطلبة هم أبناء الثورة، وعلى الرغم مما يقال ومهما يقال فلن ينسى الطلبة أبدا أنهم أبناء الثورة وأنهم أبناء جمال عبد الناصر مهما قيل. أرادوا أن يوهمونا بأنهم قادرون على أن يحركونا، فلن ننقاد لهم ولن ننقاد لهم مهما كلفنا ذلك من تضحيات، لأننا نعلم أن دماءنا وأن أرواحنا ملك للثورة، ولا بد أن نحافظ على حماية الثورة، ولا بد أن نحمي الثورة. لن نتأثر بمهما يقال، إننا نقرأ كل الجرائد التي يقرأها سيادة الرئيس، ونسمع كل الإذاعات التي يسمعها سيادة الرئيس، ولطالما اتصلوا بي شخصيا ولطالما أرسلوا لي مندوبين ظنا منهم أني خائن للثورة أو أن زملاء الطلبة ينقادوا لهم، ولكني أؤكد لكم وأؤكد للأعداء أنه مهما حاولوا فلن يجدوا طالبا واحدا حتى من المدارس الابتدائية أن يتحرك حسب ما يريدوا، لأننا مؤمنون أن الثورة هي التي خلقتنا وأن الثورة تعطينا المستقبل. فمهما يحدث فلتتأكدوا جميعا أننا الآن أقوياء، أقوياء بكم، أقوياء بثقة الرئيس فينا، أقوياء بثقة الشعب فينا. حقيقة أخرى أريد أن أؤكدها لحضراتكم، قد يكون اجتهاد شخصي أو اجتهاد لفرد واحد حين يسمع من هذا أو ذاك ويأتي ليتكلم لإظهار بطولة. نحن نرفض باسم طلبة الجمهورية أن يتكلم طالب من الطلبة مهما كان ليقول حدث لي أو حدث لي، لأننا نعلم جيدا أننا على مستوى الوعي ولن نتأثر بأي إنسان أن يحركنا. وشكرا فندم.